افضل مراتب موجوده في مصر دلوقتي. اللودر الجميل ده هنطلعه على المرتبه، وده تحدي لكل شركات المراتب الموجوده في مصر. هنتكلم سريعا دلوقتي ان شاء الله عن امكانيات المرتبه بتاعتنا، وهنشرح الفرق بينها وبين المراتب اللي موجوده في السوق. دلوقتي يا جماعه ان شاء الله باذن الله هنعمل اختبار للمرتبه. اللودر الجميل ده هنطلعه على المرتبه مره او مرتين كده علشان نشوف هتسيب فيها اي تاثير ولا لا. يلا يا شباب نزل كده فوق الكيس اللي عليها. هو كده كده طبعا ان شاء الله باذن الله مفيش مشكله طبعا من ان دي تتوسخ، القماش هيتوسخ طبعا مفيش مشكله باذن الله، ولكن طبعا علشان نشوف الماتيريال بتاعها باذن الله. اللودر اهو. الناس بقى بتاعت ايه خدع وفوتوشوب والشغل ده يركنوا على جنب. اهو. خش يا وزير. خش 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 خش. خش 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 خش. خش خش يا وزير. خش خش خش. بصوا يا جماعه كده طبعا القماش طبيعي يتوسخ من الدوسه بتاعت المرتبه، من دوسه اللودر، ولكن طبعا المرتبه اهي مفيش اي هبوط نهائيا اهي. لفها كده، لفها كده بالعرض، لفها بالعرض ثواني، لفها بالعرض كده، لف 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 بس. يلا خش يا وزير. ها خش 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 خش. اهو يا جماعه اهو. طب يا جماعه اهي اهي ما حصلش اي هبوط، مفيش اي مشكله من اي نوع. ده اول موديل معانا من المرتبه دي المرتبه الدبل فيس اهي. اقلبها على الوش التاني. يلا خش يا وزير. يلا هذا ياسين. خش 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 خش. اهي خش خش. الصلاة على النبي ولا أي كلام. أهو كده يا جماعة احنا خلصنا الاختبار بتاعها، وإن شاء الله دلوقتي هناخد المرتبة نوديها المعرض ونكمل تصوير من هناك إن شاء الله بإذن الله. هنا يا جماعة المرتبة أهي برضو بنصورها من المعرض أهي، مفيش أي هبوط نهائيا. طبعا ده احنا بنقول ضمانها 15 سنة بفضل الله تعيش، يعني مفيش حاجه اصعب من ان لودر يطلع فوق حاجه زي دي اهي، مفيهاش اي كلام خالص. طبعا انا كنت على امل ان احنا الكسوه دي هنعيد تشغيلها تاني، لكن كده خلاص اتملت شحم دي كده بقى خلاص ايه موضوعها منتهي، هنرميها موضوعها خلص. لكن طبعا الماتيريال بتاع المرتبه نفسه بص كده مفيش اي هبوط نهائيا حتى بعد ما طلعنا عليها اللودر. افضل مراتب موجوده في مصر دلوقتي مراتب فنون الاساس، ودي مش مزايده، دي حقائق ان شاء الله هنثبتها في الفيديو ده. دي مراتب الجيل الجديد، وان شاء الله باذن الله هنشرح يعني ايه دلوقتي مراتب الجيل الجديد. وده تحدي لكل شركات المراتب الموجوده في مصر انه يطلع بفخر الصناعه بتاعته. بنتكلم هنا عن شركات المراتب البراندات، الشركات التقيله، ما بنتكلمش عن الشركات الصغيره او الشركات اللي بتعمل شغل شعبي، لا احنا بنتكلم عن البراندات.
ده تحدي يا جماعه يطلع بفخر الصناعه بتاعته، ونعمل مقارنه ما بين المرتبه بتاعتهم والمرتبه بتاعتنا اللي بنتكلم عنها. احنا بنصنع المرتبه دي من 5 سنين فاتوا، ولكن ما كناش بنعمل لها اي دعايه تقريبا، لان كان تقريبا كل انتاجنا منها مسحوب، فما كناش بنعمل لها دعايه، لان ما كناش مغطيين الطلبات لحد ما ربنا كرم وعملنا مصنع للمرتبه مخصوص. فصلنا مصنع المراتب عن المصنع بتاع الاساس المنزلي. بفضل الله حاليا قادرين نوفر منها كميات كبيره جدا، الحمد لله رب العالمين. سددنا كل الطلبيات اللي كانت متاخره عندنا، وحاليا دلوقتي في ستوكات ان شاء الله باذن الله، بحيث اي حد حابب يطلب ان شاء الله يلاقي متاح منها. هنتكلم سريعا دلوقتي ان شاء الله عن امكانيات المرتبه بتاعتنا، وهنشرح الفرق بينها وبين المراتب اللي موجوده في السوق. مبدئيا هنتكلم عن امكانيات المرتبه اللي احنا بنتكلم عنها، مرتبه فنون الاساس. بالمناسبه في منها 4 موديلات. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح موديل واحد منها، المرتبه الدبل فيس. ان شاء الله في كل فيديو هننزله هنشرح امكانيات مرتبه من المراتب اللي ان شاء الله بنتكلم عنها. مبدئيا دي المرتبه بيكون وش فندقي، والوش دوت بيكون مريح جدا جدا في النوم. الناس اللي راحت فنادق ومنتجعات سياحيه هتبقى عارفه انا بتكلم عن ايه. فيها وش فندقي، والوش التاني للمرتبه بيكون وش طبي. خلي بالك من الفرق في اللي احنا بنقوله، ما بنقولش وش صيفي ووش شتوي، لا دي وش فندقي ووش طبي، يعني كل وش منهم بيدي لك اداء مختلف تماما عن التاني. دي اول ميزه. تاني ميزه عندنا القماش هنا بيكون قماش كتان، طبعا يعني حاجه مريحه جدا جدا بالنسبه للنوم وللملمس بتاعها. وفي ميزه كمان في الكسوه الخارجيه، انها بتدخل الغساله، يعني الكسوه الخارجيه للمرتبه بتتفك وبتخش الغساله، وسهل جدا على ست البيت تفكها وتلبسها. هي متصممه تكون سهله للفك والتركيب علشان النظافه، ودي ميزه مش موجوده في اي مرتبه موجوده في مصر. والميزه الاهم ان المراتب دي ما بيكونش فيها شاسيه حديد. خد بالك بقى من الكلام ده، وده اللي بيخلينا نقول ان دي مراتب الجيل الجديد، ان المراتب دي مش داخل فيها نهائيا اي شاسيه سوست. الشاسيه السوست بيبقى عباره عن بيدي لك ارتفاع للمرتبه، ارتفاع بيبقى حديد. طبعا الناس اللي عندها المراتب السوست عارفه انا بتكلم عن ايه. لما تيجي تقعد على المرتبه بتسمع صوت السوست بيعمل معاك صوت طقطقه. المراتب السوست المتصله طبعا بكل شركاتها بكل انواعها، وبالمناسبه الحاجات دي برضو بتبقى غاليه مش رخيصه. كل المراتب اللي معموله شاسيه سوست متصله، لو انت النهارده قعدت في اي جزء على المرتبه بيسمع معاك في باقي المرتبه. لو حد بيستخدم المرتبه بينام على جنب معين في المرتبه بيحصل هبوط في الجنب ده شيء طبيعي جدا. بتلاقي طبعا دي كلها مشاكل بفضل الله مش موجوده في المرتبه اللي بنتكلم عنها بتاعه فنون الاساس. احنا علشان نطلع بنتيجه زي المرتبه دي ونتكلم عنها بثقه جامده جدا بفضل الله، احنا عاملين دراسه كامله عن كل المشاكل والاخطاء الموجوده في كل شركات المراتب اللي بره، وتجنبناها كلها بفضل الله في المرتبه دي. احنا حاليا بنعمل لها دعايه، لان بفضل الله تم انشاء مصنع مخصوص للمرتبه فقط. عزلنا مصنع المراتب عن مصنع الاساس المنزلي، فحاليا الحمد لله رب العالمين قادرين نوفر منها كميات كبيره، وان شاء الله باذن الله متاحه كمان معانا. لو في اي وكيل حابب ياخد الوكاله بتاعه المصنع ان شاء الله باذن الله يتواصل معانا. مش داخل صناعه المرتبه ولا شاسيه سوست ولا سوست منفصله ولا سوست متصله، لان خد بالك السوست في الحالتين بتوعها هي في النهايه سوست حديد بتديك ارتفاع وهم للمرتبه. هنا المرتبه كلها خام، وطبعا زي ما شفتوا في بدايه الفيديو احنا عاملين اختبار للمرتبه بنطلع عليها لودر بفضل الله مفيش فيها اي مشاكل. ودلوقتي هنتكلم برضو عن ميزه قويه جدا في المرتبه اللي بنتكلم عنها. هنا طبعا المراتب اللي بتكون سوست منفصله بتبقى اسعارها غاليه جدا، علشان خاطر الميزه اللي هتشوفها دلوقتي ان هو لو شخص مثلا نايم في الجزء ده من المرتبه وشخص تاني نايم جنبه واتحرك، الحركه بتاعت الشخص اللي الناحيه دي الشخص اللي جنبه ما يحسش بيها. والميزه دي موجوده في كل مراتب فنون الاساس بفضل الله اهو. لو اي حد طبعا نام او اتحرك على حوالين المرتبه اهو، بص كده اساسكم، هات رجليك كده، حاول تجيب رجليا هنا اهو، تمام، مفيش اي مشكله، لان المرتبه هنا زي ما قلنا ما فيهاش شاسيه حديد. ما فيهاش شاسيه حديد
يعني لو شخص هنا عمل المستحيل، الشخص اللي جنبه مش هيحس بيه نهائيا. اهو الميزه اللي في المراتب البوكيت، او الميزه اللي في المراتب السوست المنفصله اللي بتسمعوا فيها ارقام غاليه جدا جدا، الميزه دي بفضل الله موجوده في مراتب فنون الاساس حاليا دلوقتي. تقدر تطلبها اونلاين، وتقدر ان شاء الله باذن الله تزورنا في اي فرع من الفروع تتفرج على كل موديلاتها. وان شاء الله باذن الله الناس اللي حابه تعرف اسعار المرتبه كام هتبعت لنا على رسائل الصفحه او على رقم الواتساب اللي هسيبه لك ان شاء الله على الفيديو. وان شاء الله باذن الله هنبعت لك الليسته بالموديلات بالاسعار. وبامر الله هنتكلم عن مرتبه فنون الاساس الفتره الجايه كتير، لان المصنع الحمد لله رب العالمين اشتغل، وده اول انتاج لينا من الاستوك بتاعها، وبفضل الله متاحه في كل فروعنا بكميات كبيره جدا.